من الحاجات اللي بتخض المريض واهله وجود نغزات في القلب، خاصة لو كان عامل اجراء للقلب. يعني مريض كان تعبان، عمل قسطرة او عمل جراحة، وبعد كده الامور اتحسنت فترة، وبعد شوية بدأ يرجع نغزات في القلب. اول فكرة تيجي في دماغه بيتخض، وبيفتكر انه النغزات دي معناها ان الاجراء الاولاني باظ. في الحقيقة اول حاجة واهم حاجة لازم ترجع للطبيب اللي عمل الاجراء، لانه كل طبيب بيبقى عارف تفاصيل المريض بتاعه الشكل الشرايين بتاعته، نوع الدعامات اللي هو حطها، شكل الشريان بعد الدعامه عامل ازاي. هل هو متوقع ان تحصل نغزات بعد الاجراء والام في الصدر لان الشرايين اصلا مش حلوه، ولا لا هو مطمن وشايف ان الدعامه كويسه والشرايين اصلا شكلها كويس والمريض ملتزم بالعلاج، فغالبا دي حاجه عارضه. اسباب نغزات القلب بعد القسطره كتير جدا، في منها بعض الحاجات اللي تقلق وبتحتاج جراحه، اذا الالم مستمر، اذا الالم مصحوب بعرق، اذا الوجع القديم اللي كان بيجي قبل القسطره رجع يجي تاني، اذا احنا رجعنا فيلم القسطره لقينا الدعامه مش مفروده كويس، او الدعامتين راكبين فوق بعض بشكل مش مظبوط، او ان الشريان قبل او بعد الدعامه ما هوش متوسع كويس، او كان في ضيق ما خدوش بالهم منه، او في تعارض لو مركبين دعامتين في تعارض ما بين الدعامتين، او ان نوع الدعامه ذات نفسه نوع مش كويس، لان في انواع كويسه وانواع اقل جوده. اذا الحاجات دي كلها لازم انها تتراجع عشان نطمن على المريض. لازم نشوف الحاله العامه، لازم نشوف الضغط، لازم نشوف السكر، لازم نطمن انه مفيش ضغط عصبي ولا توتر ولا قلق. كل دي حاجات بتساهم في حدوث نغزات. اه طبعا وارد تكون النغزات دي مشكله، وارد تكون محتاجين ان احنا نعيد القسطره، وارد تكون محتاجين ان احنا نعمل عمليه، ولكن في معظم الاحيان بتبقى حاجات بسيطه وبتمشي بالعلاج، او تظبيطات بسيطه في العلاج والامور بتمشي كويس جدا.